هذا الموقف جه لسيادتك مرتين، كان ممكن يبقى مطلوب من مصر ان هي تساهم بشكل مباشر او غير مباشر في مثل هذا الامر. مرة حينما جالك الادميرال بويندكستر، وكان ساعتها رئيس المخابرات الامريكية، انت فاكر مكتوب في كتاب ذا فيل في 4 صفحات، والادميرال قال لك انه سيادة الرئيس بالطريقة الامريكاني انه يعني احنا شايفين انه ليبيا تشكل خطر عليكم وعلى المنطقة، وان احنا نشجع قيام مصر بعمل عسكري. فكما هو مذكور في الكتاب ان سيادتك رديت عليه رد شديد للغاية، وقلت له ادميرال انا ما بشنش حرب ضد دولة عربية، ولو عوزت هذا قراري وليس قرار اي قوة اخرى. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو حصل جالي كنت في برج العرب صيف، قال لي ليبيا خطر في العالم وخطر على مصر وتهدد مصر ومش عاوز ده، انا عاوز انا اشترك يا يسمح لهم يجوا من عندنا ويضربوا ليبيا. قلت له عاوز اقول لك حاجه، اذا كانت ليبيا خطر علينا انا قادر اتعامل مع ليبيا بالطرق اللي نراها مناسبه، اقدر احل المشكله، فانا مش خايف من ليبيا. لكن ان كنت تيجي هنا تستخدم الارض المصريه لضرب دوله عربيه وصديقه وجاره، ده كلام مش ممكن اقبله، ولا اقدر اعرضه على البرلمان بتاعي ان انا اسمح لقوات تيجي تضرب او تخش في اجواءنا ما نقدرش. ده مبدا احنا بنرفضه.